بسم الله الرحمن الرحيم. تاني فيديو في السلسله هنبدا نعمل فيه الجمجمه اللي موجوده قدامنا دي. لو انتوا لسه ما شفتوش اول فيديو في السلسله دي فهسيب لكم اللينك في الديسكربشن، روحوا بصوا عليه وتعلموا الاول ازاي احنا هنرسم السكال بايدينا. بعد كده نبدا ان احنا نخش جوه الزي برش ونبدا ننحت حاجه في ال 3 دي. في البدايه واحنا جوه الزي برش هدوس كوما على الكيبورد وهنروح على البروجكتس وهختار الدايناميش سفير 128 اللي هي دي. هدوس دبل كليك عليها تنزل عندنا في الكانفاس بالشكل ده. بعد كده هطفي البرسبكتيف والفلور، هطفي الواي وهنشغل الزد. من الدرو هنخلي الاي ال في ديت 1 وهنخلي الجريد سايز 1 ونخلي التايلز 2 وهنيجي على الموديفايرز ونزود الاوباسيتي نخليها 1 بالشكل ده. فهيدينا جريد متقسم لاربع اقسام راسيا وافقيا. هنيجي من الفرونت فيو واشغل الجازمو او اروح للموف وهنسكيل الموديل بتاعنا او السفير بتاعتنا في الواي اكسس لحد ما يوصل 75% مثلا حاجه كده، وفي الاكس 75% برضو بالشكل ده. فهيدينا موديل بيضاوي بالمنظر ده. بعد كده هنطفي الفلور وهنيجي من السايد فيو بالشكل ده، وبالكنترول هدوس على في الزد هنا كليك واسحب لحد ما يعمل كوره تانية بالمنظر ده كده. ولكن الكوره دي انا هعملها روتيت 90 درجه بالشكل ده وهجيبها عندي قدام هنا كده، نطلعها فوق بالشكل ده كده. يبقى ده المكان بتاع الفيس من قدام. بعد كده هنشغل الفلور تاني، ولكن المره دي هنشغل معانا الاكس بالشكل ده، وهاجي من السايد فيو هنا وهنشيل الماسك والكنترول واسحب في الفاضي، وهنبدا ان احنا نبوزيشن الهيد بتاعتنا دي في المكان ده كده. وابدا ان انا اصغر المسافه دي، ممكن هنا كده برضو نطلع دي لفوق ونصغر دي كده شويه بالشكل ده. بعدين هاجي بالموف برش واتاكد ان السيمتري بتاعتي شغاله، هنكبر السايز وابدا ان انا ازق الاجزاء بتاعه الوش من قدام، وهنيجي على التشن من تحت نحركها لقدام بالشكل ده. حاجه كده هنا نصغر السايز شويه بالشكل ده كده. نيجي على دي نسحبها ونشيب الجمجمه بتاعتنا لحد ما تبقى شكلها زي ما احنا بنعملها بالشكل ده كده. يعني تحاولوا ان انتم ممكن تاخدوا سكرين شوت من الصوره اللي انا بعملها وتبداوا تمشوا عليها بالظبط، فيبقى الدنيا فتقدروا انتوا تمشوا بالظبط مع اللي انا بعمله بالظبط كده. والبراش بتاعتنا السايز بتاعها كبير كده، هنبدا ان احنا نعمل سكوير للشيب بتاع الجمجمه من ورا كده شويه، حاجه بالمنظر ده كده. والكيرف ده بيبقى جاي مايل لقدام شويه من هنا، يعني الكيرف ده بيبقى جاي مايل وبعد كده تحس ان هو متكتل او متجمع في الحته دي كده. فتاخدوا بالكم من الكيرفيتشر بتاع الموديل وانا شغال. زي ما قلت ممكن تاخدوا سكرين شوت من الشاشه وتبداوا ان انتوا تطبقوها عندكم في الزي برش وتشفوا منها. يعني نرجع ديت لورا بالشكل كده، حاول اظبط الاوت لاين بتاع الموديل، حاول نخلي ديت برضو سكوير، ومن هنا ديت جايه بالشيب ده. لان اللي انا بعمله برضو ان انا في قدامي جريد وبحاول ان انا انقل منه مسافات السكال اللي انا بنحتها ديت، بحيث ان انا برضو بتعلم. فده اللي انا بعمله، ده اللي بنصحكم بيه يعني في البدايه ان انتوا تعملوه، يعني لحد ما تبداوا تتمكنوا من الرسمه وتمشوها اكتر من مره وتعملوها اكتر من مره. فمش هيبقى ضروري ان احنا نعمل الموضوع ده كل مره، يعني احنا نشف من حاجه يعني. ولكن في البدايات انا لازم اعمل كده علشان انا لسه بتعلم، ومحتاج ان انا يبقى في ريفرنس قدامي اقدر ان انا اشتغل منه. يعني محتاج ان انا اجيب الجزء ده في النص يبقى هنا كده، ودي تبقى لتحت بالشكل ده، ودي برضو تبقى جايه مايله شويه كده، دي تبقى بالشكل ده كده. يعني بص، هو انا بكبر سايز واقلل السايز، الحاجات اللي انا بعملها وانا شغال مهمه جدا في البدايه. نبدا نزق الجزء ده لقدام شويه وده نزق لورا شويه كده، وديت تبقى بالشكل ده. بعدين هاجي بالموف وهدوس كنترول كليك على دي، ولكن لو بصينا على الواير فريم هنلاقي ان هما الاثنين بولي جروب واحد، فانا محتاج اروح من البولي جروبس، هدوس اوتو جروبس كده، ادوس كنترول كليك على دي، وهنيجي من السايد فيو بالموف برش كبر السايز شويه، وابدا ان انا ايه هنزق ديت هنا كده، واجي من الفرونت نطفي الاكس ونشغل الزد، وابدا ان انا هنزق دي كده ونزق الجزء بتاع الفيس ده، طلع ديت فوق شويه، نعمل التشن، صغر السايز شويه بتاع البرش، وابدا ان انا ايه نزق الحتت دي كده، ونعمل الجزء بتاع التشن بتاعنا من تحت. مش عايزين نحدده قوي، ولكن ايه يبقى حاجه بالمنظر ده كده. هشيل الماسك، كبر السايز بتاع الموف، وابدا ان انا ازق الاجزاء ديت لجوه علشان نضغط الجمجمه لان هي كانت عريضه قوي. فنعملها كده ونيجي من هنا نخلي الحاجه نازله دائريه شويه، كرويه دائريه، المهم يعني هي راوند يعني. تمام بالشكل ده كده. والتشين دي ممكن نصغرها شويه بالشكل ده، وديت هنطلعها لفوق كده يعني. تمام كده. ايه خلصنا الجزئيه دي. هنشتغل اكتر على الجمجمه. هاجي من ورا وابدا ان انا ممكن نحرك الجزء ده مثلا كده، نحرك الجزء ده شويه، ونيجي على الجزء بتاع الجمجمه اللي ورا ده. ممكن اجي بالموف توبولوجيكال كبر السايز شويه، بحيث ان انا اقدر ان انا اشتغل على الكورتين لان هم مفصولين بولي جروبس، اقدر ان انا اشتغل عليهم منفصلين. ونيجي مثلا نزق ديت الجزء ده نزقه لبره شويه، وديت نفس القصه. الجزء اللي فوق ده نحاول ان احنا نبططه سنه كده، ولكن برضه هو جاي بدائريه. كبر دي، وبالموف برش نزق كل دول لفوق بالشكل ده كده. وممكن اجي بالموف برش نزق الحته ديت، نزق دي لجوه، بحيث ان يبقى عندنا حاجه شبه التشيك هنا كده. ونيجي من هنا نزق ديت لبره، حاجه بسيطه. مش عايزين نصرف قوي في الفيوز دي، ولكن بعد ما نخلص المرحله دي هنلاقي ان احنا عندنا شيب
للهيد بتاعتنا بالشكل ده. ممكن احنا ايه بعيد بقى عن الجريد، نظرتنا احنا للشكل هنلاقي مثلا ان من الجزء ده المفروض ان من قدام يبقى جاي مضغوط شويه كده، ومن ورا هو اللي واسع. تمام. ومن هنا دي ممكن ان احنا نزقها لجوه شويه، يعني لسه في البدايات، ولكن يبقى عندنا ايه حاجه نقدر ان احنا او بيز نقدر ان احنا ننتقل للمرحله اللي بعديه. وانس ان انا وصلت لحاجه شبه الموديل اللي موجود قدامنا ده، هنبدا ان احنا عشان هم تو بولي جروبس، فهاجي من جيومتري نروح على دايناميش، وبالديفولت سيتنجز هدوس على دايناميش وابدا بالسايز بتاعتنا اكبرها شويه، وبالشيفت هبدا ان انا سموث الارتفاكتس الموجوده ما بين التو بلينز او التو اوبجكتس اللي كانوا مكونين الشكل بتاعنا ده. وبعدين هنشغل الجريد وهاجي من الفرونت اتاكد بس ان انا عندي بوليجونز كفايه، ولكن لسه ستيل مش عندي، علشان انا المرحله اللي بعد كده هبدا ان انا الون ببرش ونعمل لاند ماركس، فاحنا عايزين بوليجونز كفايه شويه. فهنيجي من الدايناميش نخليها مثلا 512 كده، وهاجي بالكنترول واسحب في الفاضي واتاكد ان تمام البوليجونز كفايه، وهنطفي مثلا جريد شويه كده وايه، وهاجي بالسموث برش اسموث اوفر اول الموديل بتاعنا حاجه بالشكل ده كده. تمام. نيجي من الفرونت نشغل الفلور، هنبدا نرسم اللاند ماركس بتاعتنا على السكال بناء على الاساينمنت اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قبل الفيديو ده. فلو احنا مش فاكرينه او الموضوع لسه بلوري بالنسبه لنا، فانا محتاج ان انا ارجع ارسم مظبوط، بعد كده ارجع اعمل الاساينمنت ده، او اجيب اللي انا رسمته وابدا ان انا ادخله جوه الزي برش از تكتشر، واشف منه الاماكن بتاعه اللاند ماركس بتاعه السكال بتاعتنا. ولكن واحنا جوه الزي برش محتاج ان انا اقسم الجريد بتاعتنا. دلوقتي لو بصيتوا هتلاقي ان هي متقسمه، ادي اول لاين، ثاني لاين، ثالث، الرابع، وتحت خمس. فانا عايز اعمل لاينز ان بتوين اللاينز دي. فانا لو جيت من الدرو وجينا على التايلز اللي هي دي كده، وهنخلي رقم 4، فهيعمل لنا لاينز ان بتوين اللاينز دي. تمام. هسيب اللاند ماركس بتاعتنا اللي انا راسمها ديت بالبنك موجوده، عشان هبدا ان انا ارسم لاينز ان بتوين. فهنيجي بالبي، دوس بي على الكيبورد، بعد كده دوس بي تقيله، وهنختار البن اي دي. خلاص. طبعا انا دلوقتي لو جيت رسمت مفيش اي حاجه هتحصل، لان احنا بنلون بلون ابيض، ولكن لو عملت سويتش الموديل بتاعنا هيتقلب اسود برده عشان نلون اسود. فايه الحل؟ فانا على الموديل بتاعي اتاكد ان الار جي بي شغال، هنطلع من كلر واقول له فيل اوبجكت بالشكل ده، وعملت سويتش كلر، هقدر ان انا دلوقتي اجي الون واعمل اللي انا عايزه على الموديل بتاعي. تمام. طيب اول لاند مارك في عندنا اللي هو الهير لاين، اللي هو المكان اللي بينبت منه الشعر، بعديه في شعر، وتحتيه عندنا الجبهه او الجبين موجود عندنا دي هنا كده. فاول لاند مارك هيبقى عندنا في الحته دي. فهاجي كده بالبن وابدا ان انا الون حاجه بالشكل ده كده. ممكن نقلل السايز شويه بتاع البرش، وممكن نزود الليزي ماوس، يعني لو عندنا ليزي ماوس فاحنا ممكن نزوده علشان يدينا لاينز مستقيمه شويه، حاجه بالشكل ده كده، مش داخلين امتحان رسمي يعني، فاهم؟ فهنيجي بالشكل ده كده. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه عندنا الاي براوز، اللاين بتاع الاي براوز، فهيبقى موجود عندنا هنا في الخط اللي موجود عندنا هنا ده. فانا هاجي كده وارسم بالشكل ده، ومن اول هنا كده هبدا ان انا انزل لتحت حاجه بالشكل ده كده. نحاول نخلي اللاين ده مستقيم كده، وابدا ارسم انزل لتحت بالشكل ده كده. بعد كده عايزين نعمل خط بتاع المناخير، اللي هو الجزء اللي تحت ده، مش اللي فوق او مش في النص، الجزء اللي هو اللي تحت نهايه الخط بتاع المناخير، المفروض ان هو يكون ما بين النقطه دي والنقطه دي، يبقى في النص. طيب انا دلوقتي مش قادر احدد بالظبط النقطه دي فين بالظبط، فلو جينا بالموف وطفينا الجايرو ودوست هنا كده كليك وسحبت بالشيفت لتحت حاجه بالمنظر ده كده، المفروض ان النص بتاعنا هيبقى هنا كده. فانا هاجي ادوس كيو على الكيبورد وانا واقف الماوس واعمل خط بالشكل ده كده، يبقى هو ده النص بتاعنا. بعد كده هنيجي على الميدل بتاع التيث او نص السنان، لو جينا كده بصينا كده عملنا كده الخط اللي ما بين الفك العلوي والفك السفلي ده الميدل. فلو جينا عايزين نعمله هنا، لو جينا برده بالموف وجيت بدا كده دوست كليك وسحبت تحت كده، المفروض ان هو يبقى في النص ما بين النقطه بتاعه المناخير، اخر نقطه للمناخير والدق. تمام. ولكن الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، في ناس فوق في ناس تحت، فيعني ممكن نخليها في النص بس ايه فوق سنه صغير. وانا جوه الزي براش كده، هو المفروض ان النص بتاعنا هنا، فهنخليه مثلا حاجه بالشكل ده هنا كده، ادوس كيو وابدا ان انا اعمل خط بالشكل ده. نيجي على الخط بتاع العين، مكانه فين، اللاند مارك بتاعته فين. لو جينا بصينا هنا هنلاقي المفروض ان الخط بتاع العين يكون ما بين المسافه دي والمسافه دي، يبقى في النص، ولكن ممكن يبقى فوق سنه صغيره برده المقاسات دي بتختلف من شخص للتاني. فلو جينا بالموف والجايرو اوف وجينا هنا كده دوسنا كليك شيفت ونسحب لتحت لحد هنا كده، هنلاقي ان الخط بتاعنا المفروض يبقى هنا، ولكن احنا هنخليه فوق سنه صغيره هنا كده، فهيبقى ده الخط بتاع العين بتاعنا. بعد ما خلصنا المقاسات دي هنيجي نعمل المقاسات بتاعه العين، اللي هي الكوره بتاعه العين مكانها فين والبوزيشننج بتاعها فين بالظبط جوه السكال بتاعتنا، لان دي من الحاجات المهمه جدا. لو احنا عملناها غلط العين اما هتبان ان هي حوله او تبان طالعه لبره وتبان مش مظبوطه، لان روح الشخصيه كلها في عينيها. لو العين معموله مظبوط هتدينا شكل واقعي للموديل بتاعنا. فهنعمل العين ازاي؟ هاجي بالموف، بعدين هاجي جوه الموديل هدوس كليك واسحب كده الجايرو بتاعنا، وبعدين هاجي على المسطره دي وهاجي من هنا كده احركها بره الموديل، وليكن مثلا حاجه هنا كده خلاص، واجي على الاورنج، الدايره الاورنج دي مش جوه الدايره الاورنج دي، واشدها لبره بالشكل ده لحد ما نوصل لهنا كده. تمام. بعدين التركايه هنا بقى هنيجي من بريفرنسز، بعدين نروح على ترانسبوز لاين، يعني نشد ديت بره هنا كده، هخلي الماينور تكس 0 ونخلي الميجر تكس 5، وهنخلي الكاليبريشن ديستانس 1 بالشكل ده. لو بصينا هنلاقي ان الموديل عندنا دلوقتي بقى في لاين هنا كده، في لاين هنا، وفي
وفي لاين هنا وفي لاين هنا وهنا. فكده احنا عندنا دي 1 2 3 4 5 بالشكل ده. فالعين بتاعتنا هتبقى هنا وهتبقى هنا. واحنا جوه الزي برش هدوس درو كيو وهاجي بالبن اي وهنبدا نعمل لاين هنا كده واجي اعمل لاين هنا بالشكل ده. اوكي، وهنيجي من فوق نبدا ان احنا لطفينا دي بقى نبدا ان احنا نعمل الجزء بتاع العين الكيوب بتاع العين. هنيجي من فوق هنا كده نعمل لاين بالشكل ده كده، ومن تحت هنا كده هنعمل لاين تاني هاجي بالشكل ده كده. تمام، واخد في الاعتبار ان انا عندي هنا في النص ما بين اللاين ده واللاين ده هيبقى البقره بتاعت العين، ولو نزلت لتحت كده ده هيبقى اخر الماوث بتاعي، الحدود بتاعت الماوث يمين وشمال. بعدين النقطه دي هنيجي بعدها زي ما عملنا في السكال في الدروينج بتاعتنا في الفوتوشوب، هنيجي هنا كده هنبدا ان احنا نقفل الجزء ده. فهاجي من هنا واعمل لاينز بالشكل ده كده يمين وشمال. هنيجي من النقطه دي وابدا ان انا انزل بلاين بالشكل ده كده، وننزل هنا كده ممكن نقلل شويه الليز ماوس حاجه بالشكل ده. وهنيجي من هنا من فوق الحدود بتاعه النوز وهبدا اعمل لاين بالشكل ده. بعدين اقفل الجزء ده معايا بالمنظر ده كده. والنوز نفسها بقى هنيجي من هنا كده ونعمل خط بالشكل ده، بعدين قاطع هنا كده. بعدين هنيجي نبدا بقى نعمل السكال والتشيك الجزء بتاع الخد اللي هو ده وده كده. هنيجي من عند الحته بتاعه العين هي هنا، لو نزلنا مثلا اللاين ده لتحت شويه ونيجي من هنا كده ونبدا نعمل لاين لورا بالشكل ده هنا وهنا. بعدين من اول اللاين ده محتاجين ان احنا نمد الخط ده لحد هنا كده خلاص. من اول النقطه دي محتاجين ان احنا نعمل لاين بالشكل ده يمين وشمال، نبدا نعمل لاين هنا كده. بعدين من عند النقطه دي هبدا اعمل خط كده وانزل بالخط ده لتحت بالشكل ده، وفوقيها هنا كده نعمل خط بالعرض، ده الجزء بتاع السنان اللي فوق وده المفروض يبقى الجزء بتاع السنان اللي تحت. بعدين نبدا نطلع شويه باللاينز، نعمل اي براوز بتاعتنا حاجه كده وننزل هنا كده. ما اخافش وانا برسم، يعني دايما ارسم عادي مفيش مشكله، ولو حصل خطا ارجع اعدله، ولو حصل خطا واحنا بنرسم دلوقتي لاند ماركس ممكن نعدله في السكالتنج يعني. فخلينا عندنا جرأه كده واحنا شغالين ونعمل الحاجه من غير ما نبقى خايفين يعني. بعدين هاجي من هنا كده ارسم خط بالشكل ده، نقلل شويه لازم ماوس اكتر ونقلل السايز بالشكل ده، وابدا اعمل خط اللي هو ده كده، ونسويتش الكلر وابدا ان انا امسح الحاجات اللي جوه دي، سويتش تاني وابدا ارسم الخط ده كده. ومن هنا كده نعمل خط بالشكل ده، سويتش وامسح اللي جوه هنا ده كده حاجه بالشكل ده. بعدين نيجي من اول هنا كده نعمل خط بالشكل ده اللي هو اللي في المنتصف هنا كده، وننزل تحت بالشكل ده. ولو جينا دوسنا عملنا سويتش ومسحنا اللاين ده، سويتش تاني نيجي بالخط ده كده وايه ننزل تحت بالشكل ده كده. بعدين هنيجي من النقطه دي واعمل لاين لورا بالشكل ده. وفي حاجه احنا عملناها غلط هنا، اي ثينك ان انا محتاج يبقى اللاين ده جاي بالشكل ده كده ومستقيم من هنا كده، وبعدين نيجي من هنا كده ونمسح اللي احنا عملناه ده يبقى جاي بالشكل ده كده. فاخر حاجه عندنا محتاجين احنا نعملها هو هيبقى لاين جاي من هنا كده وننزل تحت بالشكل ده. بعدين عندنا هنا بقى ده بالشكل ده كده. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع اللاند ماركس، وعملنا اللاند ماركس على الجمجمه بتاعتنا. واتاكد ان دايما اللاينز بتاعتي شارب وحلوه ما فيهاش مشكله. تمام، سويتش الكلر ده كده وابدا ان انا ايه ننضف شويه الكلرز الخطوط بالشكل ده. تمام كده يبقى احنا خلصنا اللاند ماركس وجاهزين ان احنا ننحت السكال بتاعتنا. ننتقل للمرحله اللي بعد كده. بعد كده هاجي بالماسك هعمل كنترول وهنختار الماسك لاسو، وهختار الحته ديت هدوس كنترول كليك عشان انفرت. وفي عندي براش اسمها كينجسلين كلاي، وهبدا بالالت اعمل كده وامشي لحد ما انحت الحته بتاعتي كلها لجوه كده بالالت كده، وافضل ماشي لحد ما ايه كل الجزء ده يتنحت لجوه كده. ولو جينا من السايد ده وما اقدر ان انا ممكن اشيل الجزء ده كده وابدا ايه بالالت وانحت كل الجزء ده لجوه بالشكل ده كده. اشيل الماسك هاجي بالموف، وطبعا السيمتري شغاله، وهبدا ان انا اشيب الجزء اللي تحت ده مظبوط ليكون حاجه بالشكل ده كده. تمام، بالكينجسلين كلاي ديت الكلاي اللي انا هشتغل بيها عشان بس ايه ما اقعدش اقول اسمها كل شويه لان هي اسمها تقيل عليا شويه بالشكل ده. وافضل ان انا ايه ابني ماسز واشيل بالالت لحد ما اعمل الشكل اللي انا عايزه. وهنيجي من هنا كده وممكن نيجي بالدام ستاندرد واعمل خط جوه اللي هو الجزء ده. بعدين نيجي بالكلاي تاني بالالت وابدا ان انا اعمل كده، وهاجي بالموف نزق الجزء ده لبره. بعدين بالكلاي هاجي هنا وابدا ان انا اعمل الخط بتاع الجو او الفك دوت الشكل ده. نشيل دي كده برده ونعمل كده. تمام، بعد كده هنيجي على الجزء بتاع الماوث ده وبالالت وابدا ان انا اعمل كده. هعمل الراوند بتاع البق مثلا الدائريه بتاعت البق ديت الراوندنس ديت كده الشكل ده. نفضل ماشيين بالالت. ولو حاسس ان انا التلوين ده صعب شويه ان انا اشوف الموديل نفسه، هاجي بالار جي بي ونخلي مثلا الار جي بي مثلا كده 12، وابدا ان انا اقفل الاوبجكت كذا مره لحد ما ايه يبدا ان هو يبقى مش باين قوي كده. تمام، ونبدا نيجي بالكلاي كلاي بتاعت كينجسلين وبالالت وافضل امشي. ممكن اقلل السايز شويه واخد في الاعتبار ان انا ما اقربش للمنطقه بتاعت التشيك اللي تحت دي. نيجي بالالت كده وهاجي بستروكس عموديه علشان اظبط الكيرفتشر ده بدل ما هو داخل لجوه كده، والكيرف ده بدل ما هو داخل لجوه خليه مظبوط. نيجي بالالت الشكل ده كده، وبالالت ابدا ان انا اظبط الجزء ده. ممكن نيجي بالموف ونزق ده لتحت شويه كده. ممكن نيجي بالدام ستاندرد وامشي خطوط كده بحيث ان انا ايه خلي يعني لحد ما الحد ده واضح شويه. واي ثينك ان انا محتاج ان انا اماسك كل الجزء ده. نيجي من سايد فيو كده وازق الجزء ده لجوه، ومن هنا الحته دي المفروض ما تبقاش كده، المفروض ان دي تبقى كده وديت تبقى جايه مسطره شويه كده. تمام، فممكن نيجي
بالكلاي وبالالت وابدا اعمل كده وابدا ازود ونزود هنا كده شويه لحد ما ايه تظبط معايا. نيجي بالكلاي تاني وابدا ان انا ايه كريف الحته دي لجوه شويه كده، واجيب الدام ستاندرد على الجزء ده لجوه كده. ممكن نيجي بالكلاي بالدبل عاديه برده تبقى قويه برده حلوه بالشكل ده على الجزء اللي جوه ده كله. بالالت نفضل نظبط كده فيه لحد ما يدينا الشيب اللي ظاهر قدامنا ده بالشكل ده كده. بعدين هنيجي بالكلاي بتاع كينجسلين وبالالت هبدا ان انا امشي في الاماكن دي كده، واخد في الاعتبار ان انا ما اقربش من الجزء بتاع النوز خالص. تمام، اشيل الار جي بي. هو في تمام الحته ديت فيها مشكله، مش مشكله اشيلها بالشكل ده، مشكله في البينتنج مش مشكله في اللي احنا كنا مشغلين ار جي بي يعني. تمام، نيجي على دي كده نبدا ان انا اكل المنطقه بتاعه العين بالجزء ده. بس لو انتم ملاحظين انا ما بقربش ليه الحواجب خالص، نفس الكلام الجزء ده كده بالشكل ده لحد ما نسويها مع الجزء اللي تحت، لحد ما نسويها مع الجزء ده. تمام، بعدين هاجي من السايد فيو هنشغل الفلور وهنطفي الزد ونخليها في الاكس. تمام، هنيجي على الدرو وهنخلي التايلز ديت 2 خلاص. بعدين هاجي بالموف براش وابدا ان انا ازق الاي براو ديت لورا لحد ما تتلاقى مع الخط ده، ونزق ديت لجوه برده بالشكل ده كده. وبرده اخد في الاعتبار وانا بزق ان هي في ال 3 دي سبيس مش في ال 2 دي، فتيجي ان احنا نظبط شويه الموفنج بتاعتنا. هنزق ديت لجوه وهاجي من هنا نزق دي لبره. لو انا عايز الموف بتاعتي تبقى بريسايز قوي فانا هاجي من براش نيجي على كيرف ونشغل حاجه اسمها الاكيو كيرف، وهتبقى الموفنج بتاعتنا بوينتي وانا شغال بيها، فتبقى تدينا موفنج بطريقه افضل شويه. تمام، انا عندي هنا في اليو اي الاكيو كيرف ديت فهقدر ان انا اطفيها واشغلها زي ما انا عايز. ونرجع دي برده لورا شويه حاجه بالشكل ده كده، واخد في الاعتبار ان انا ازق دي لبره يعني ديت لجوه، الجزء ده لجوه لتحت والحته دي لبره. وهنيجي على الجزء اللي قدام ده ويحركه لبره بالشكل ده كده عشان يدي ديبث للفيس بتاعنا من هنا كده. حرك دي لبره يعني حاجه بالشكل ده كده، وديت نرفعها لفوق سنه صغيره، واخد في الاعتبار ان دي تكون لجوه شويه كده ودي كده هنا كده. تمام، والجزء بتاع الاي براوز ده المفروض ان هو يبقى مش نازل لتحت عشان ما يبقاش زعلان كده ومكشر، فيبقى بالشكل ده كده. بعدين هنطفي فلور وهنيجي بالكينجسلين كلاي وابدا ان انا اظبط الموديل، وبرده اخد في الاعتبار ان انا ابص على الموديل من كل الجوانب وانا شغال، لان الحته دي المفروض ان هي تبقى بوينتي والبره. تمام، نفس الكلام الجزء ده. اوكي، وننزل دي لتحت شويه كده، ونيجي على الكينجسلين كلاي وابدا ان انا اكل الجزء ده لجوه كده، دي نفس الكلام هنا كده كل الجزء ده لجوه بالشكل ده كده، واجي ابني من هنا الحته دي واكل منها بعد ما ابنيها تبقى بالشكل ده خلاص. وفي عندنا هنا كده هنبني لاين جاي بالشكل ده كده وبرده اكل منه. يعني كل اللي انا بعمله انا بزود وبشيل بزود واشيل علشان اعمل الماسز بتاعتي وابني الشيب بتاعي مظبوط بالشكل ده كده. وهنيجي من هنا نبدا ان احنا ناكل الحته دي الحته دي. تمام، ونزود شويه ناكل دي بالالت نزود هنا وناكل الجزء ده لجوه بالشكل ده خلاص. انتوا لو بصيتوا الحته ديت العظمه ديت شكلها عامل كده، لو ضغطت بايدي يعني عشان اتحسسها هلاقيها بالمنظر ده كده. تمام، وناكل دي لجوه بالشكل ده كده. بعدين محتاجين ان احنا نحول الجزء ده من ان هو لجوه كده للجزء بتاع الماوث اللي هو المفروض يبقى جاي بكيرف شويه. فانا هبدا ان انا ابني هنا كده بالشكل ده الجزء بتاع الماوث المفروض ان هو يبقى ليه دائريه شويه. فنيجي بالكلاي وابدا ان انا ازود، ممكن عايزين بس نزود الدايناميش فهنزود الريزولوشن نخليها 1000 مثلا، واعمل كده اسحب الفاضي عشان تديني ريزولوشن اعلى، وابدا ان انا ايه نعمل كده. هاجي بالبينت برش ونلون الحته دي ابيض عشان ما تديناش انديكيشن ان في ظل هنا وفي حاجه مش متظبطه. تمام بالشكل ده كده، وابدا اكل نزود هنا وبالالت لحد ما يبقى الشيب بتاعنا بالشكل ده كده خلاص. بعدين هاجي بالالت وهاكل الحته دي هنا كده، وابدا ان انا ايه اكل الجزء ده لجوه بالشكل ده عشان مكان التيث السنان. تمام، وابدا ان انا ايه اظبط الاماكن او الفروقات ما بين السيرفيسز بتاعتي بالشكل ده. وناخد في الاعتبار ان احنا دي حاجه احنا بنتعلمها، احنا مش بنبني سكال علشان نعمل لها ريندر وكده. انا دلوقتي بننحت، فانا عايز اكون متمكن من الموديل بتاعي وانا شغال. نعمل الحته دي كده، فيعني ناخد راحتنا ان احنا نبوظ ونريبيلد، نعمل ننحت ونزود ونرجع نشيل وناخد راحتنا. يعني ما حدش يقول لا دي طالعه بايظه فانا محتاج ان انا اعيد. لا، انت شوف نفسك انت غلطت في ايه وابدا صلحه بالنحت، لان انت لو عدت من الاول مش هتكتسب اي خبره، لازم تعرف الغلط بتاعك وتصلحه. فده اللي احنا بنعمله دلوقتي. ديت محتاجه تخش لجوه، فهنيجي بالموف ونزق ديت لجوه شويه، ولو جينا من هنا كده ديت محتاجه تتظبط بالشكل ده كده. وممكن برده نيجي على الجزء اللي في الجنب ده وابدا ان انا ازود فيه كده عشان نخليه مسطح، نخلي الحته دي فلات بالشكل ده. تمام، واخد في الاعتبار ان دي لجوه الجزء اللي هنا ده لجوه خلاص. وهنبدا ان احنا نظبط الجزء بتاع العظمه اللي تحت العين، لو جينا بصينا هنلاقيها جايه من هنا كده، فمحتاجين ان هي تبقى جايه بكيرف بالشكل ده. وابص عليها من الزاويه دي هلاقي ان الكيرف ده داخل لجوه، فده مش صح. محتاج ان اجي بالموف ونزق دي لبره شويه كده. هاجي بالكلاي ونبدا ان احنا نظبط المكان ده. نيجي من هنا كده بالكلاي وابدا ان انا اعمل الايه الراوندنس بتاعتي هنا كده، وبالالت عشان تبقى فلات بالشكل ده. ومن هنا برده نفس الكلام، وديت هتبقى لجوه الحته دي لجوه كده، ديت لبره. بعدين دي برده جايه بكيرف شويه، الحته دي جايه بكيرف كده، وديت من هنا لجوه قلل السايز شويه دي لجوه، ودي جايه بكيرف لجوه كده الشكل ده كده. تمام، بعدين لو جينا من الحته دي كده من الجنب ده الجزء ده المفروض انه يبقى لتحت مايل لتحت زي ما قلنا، وهيبقى جاي بالشكل ده كده. واخد في الاعتبار ان هو من هنا كده بالشكل ده. تمام، ممكن اجي بالموف برده ونبدا ان احنا نظبط شويه في الفيتشرز بتاعت السكال بحيث ان الجزء ده يطلع لبره شويه بالشكل ده كده. وابص على البرسبكتيف برده وانا ماشي وانا شغال. بعدين هنيجي بالكلاي واجي من السايد فيو وابدا
وابدا ان انا اكل من المناخير علشان نعمل الفتحه بتاعه النوز، حاجه بالشكل ده كده. المفروض تكون عامله ازاي الفتحه دي؟ المفروض ان هي تبقى عامله كده، بعدين جايه بكيرف شويه كده وطالعه، بعدين جايه بكيرف تاني وطالعه بالشكل ده كده، تمام. فاحنا لو جينا اكلنا من هنا كده وجينا بالموف والاكيو كيرف شغال، نبدا ان احنا ايه نظبط المكان ده شويه. هاجي بالكلاي تاني ونيجي بقى من فرونت ناكل الحته دي لجوه بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نساوي الجزء ده بالالت، نساوي الاطراف دي كده. وهنا نفس الكلام، لو جينا بالموف وابدا ان انا ايه نزق دي لجوه شويه كده كلاي، وبالالت الجزء ده كده. وكمان المفروض يكون في فاصله ما بين الجزء ده وما بين الجزء ده، فلو جينا هنا كده عملنا بالكلاي حاجه كده خلاص، وهاجي بالسايز الصغير والالت نعمل كده، وهبدا ان انا اعمل بلين هنا كده ونزود الحته دي شويه. لو جينا من الجنب ده كده ونعمل الشكل ده لتحت كده، والماوث نزوده شويه، الحته دي نزودها شويه كده بالمنظر ده. فيبقى احنا ايه عملنا ايه منطقتين معزولتين في الحته دي. ممكن اجي مثلا بالستاندرد برش وبالالت وندوس عليها اكتر شويه الشكل ده كده. الحته دي برده نفس الكلام، وديت نيجي بالكلاي ونزود عشان نظبط السيرفيس. اتاكد دايما ان الجزء بتاع مناخير العظمه دي مسحوبه كده بكيرف، وديت طالعه لبره شويه، حاجه بالشكل ده سموذ الجزء ده كله. ونيجي بالكلاي تاني نعمل ايدج هنا كده. وايه لو جينا من الفرونت فيو وطفينا اللاينز دي وشغلت الفلور في الزد، وابدا ان انا اتشيك اللاينز بتاعتي، فهنلاقي ان الجزء ده محتاج ان هو يخش لجوه، والحته دي محتاجه تطلع لبره الشكل ده كده، وديت محتاجه تنزل لتحت، ودي نفس الكلام. هنطفي الاكيو كيرف ونزق دي لجوه، ونبدا ان احنا نظبط السكال بناء على الجريد او بناء على الرسمه اللي احنا عملناها والميجرمنت اللي احنا واخدينها. مثلا حاجه بالشكل ده كده، ننزل دي لتحت شويه، نزق الجزء اللي بره ده لجوه، حاجه بالمنظر ده كده، ودي نزقها لجوه شويه. خلي الحته دي راوندي سنه صغيره. ممكن برده نزق الجزء ده لتحت شويه، نطفي الفلور ونيجي هنا كده نزق دي تحت شويه. بعدين هنيجي بالماسك، ماسك بن العاديه، وهبدا ان انا ماسك الحته دي والماسك الحته دي. ممكن لو شغلنا البينتنج بتاعنا الماسك الجزء ده كله. بعدين هاجي بالكينجسلين كلاي وابدا ان انا اكل كل الحته دي جوه عشان نبدا نعمل الاوفست اللي جوه هنا ده كده، وابدا ازود هنا كده خلاص. وبرده نقدر ان احنا نفصل الجزء بتاع الاي براو، الجزء ده نفصل الجزء بتاع الاي براو عن الجزء اللي فوق ده برده، حاجه كده نزود الجزء ده. بعدين نفصل بالالت الحته دي كده شويه بالشكل ده، واجي بالالت على الجزء اللي في الجنب ده برده ونزود الاوفست بتاعنا بالشكل ده، وابدا ازود هنا ماسز في الجنب ده. شيل الماسك وهاجي بالقدام ستاندرد نعمل لاين غويط كده لجوه بالشكل ده كده. ونيجي بالكلاي تاني بالالت وابدا ان انا اكل الشيبس بتاعتي، نديفاين المكان ده اكتر بالشكل ده كده. ممكن نيجي بالموف وابدا ان انا ازق الحته دي ونزق الجزء ده لورا بالشكل ده كده. هنيجي بالكلاي وهاكل الجزء ده بالشكل ده كده. بعدين هنيجي من الجزء اللي ورا ده وابدا ان انا اكل من هنا. يعني انت ممكن في المرحله دي تبدا تبصوا على ريفرنسز للجمجمه وشكلها عامل ازاي، ونبدا ان احنا نكوبي منها يعني، تمام. الجزء ده كده ناكل الحته دي الت بالشكل ده كده، ناكل دي كده. بعدين نيجي على الحته دي نزودها وناكلها من هنا كده سموث بالشيفت. نبدا احنا نظبط البلندنج ما بين السيرفيسز. معظم يعني النحت هو عباره عن ان انا بفصل فورمز عن فورمز واماكن عن اماكن، وابدا ان انا ايه اسكالبت الحته دي وهي اظبطها بالشكل ده كده، تمام. ممكن احنا زودنا قوي الحته دي، فهاجي بالالت وابدا ان انا ايه اكل منها شويه بالشكل ده هنا كده. نبدا نزود الجزء ده كده، واجي ايه من هنا نعمل كده، ونبدا ان احنا نظبط الشيبس اكتر. انا بكرر كلمه تظبيط كتير، ولكن هو ده اللي احنا بنعمله يعني. لو جينا من التول بوكس جينا على الفولدر بتاع السموث واخترت السموث سترونجر، بحيث ان احنا دلوقتي عندنا الموديل نفسه فيه بوليجونز كتيره، فالسموث العاديه مش قادره ان هي تشيل او تعمل سموث مظبوط. نيجي من السايد ده وهبدا ان انا بوش الجزء ده لتحت، نيجي هنا نبوش الجزء ده لقدام شويه، بوش دي لتحت بالشكل ده، ونيجي من هنا كده نبوش فوق. نشيل البينتنج عشان اشوف انا بعمل ايه، نبص من كل الزوايا ونظبط الحتت دي كده. يعني اللي انا شايفه بعيني محتاج يتظبط ببدا ان انا اظبطه. بعدين هنيجي بالكلاي وهاجي على الجزء ده وهبدا ابني هنا في عظمه هنا كده بالشكل ده، تمام. اتاكد بس ان انا بعمل سموث الحته دي، في عظمه قويه جدا هنا. بعدين هنيجي بالالت نعمل كده لورا بالشكل ده ونبني العظمه دي مظبوط. بعدين ناكل الجزء ده. الحته دي بتبقى نقطه تحول شويه، ان هي جزء طالع لفوق وجزء جاي لتحت وجزء رايح هنا كده. نزود وناكل من جوه الحته دي، واتاكد ان الحته دي بوينتي من هنا كده، ونبدا ان احنا نسويها بالشكل ده. ولو جيت من الفيو ده كده، المفروض ان الجزء ده يبقى طالع لبره والجزء ده داخل لجوه. يعني اعلى نقطه هي النقطه دي، تمام. الحته دي داخله لجوه كده بالشكل ده، والحته ديت كلها ارجع لورا كده. نعملها بالالت نعملها كده، نسيح الاجزاء دي، تمام. وبالالت نعمل هنا كده حفره ما بينهم. وانا شغال لازم اخد بالي من الفروقات ما بين العظم نفسه، ولازم يبقى فيه زي حاجه شبه الريذم كده او تناغم ما بين الاجزاء دي كلها، بحيث ان هي في الاخر يطلع لي شكل جمجمه معقول، ونقدر ان احنا ننتقل للمراحل اللي بعد كده في بناء الكاركتر بتاعنا. نيجي بالالت والحته دي كده نعملها بالشكل ده وبالراحه جدا كده بالسموث، وابدا سموث. بعدين هاجي بالالت ونعم الحته دي كده، الحته دي تبقى داخله لورا كده شويه، مايله لورا بالشكل ده كده، تمام. والجزء ده المفروض يبقى كيرفي لبره. الحته دي لو جينا بالكلاي وعملنا الدايناميش بتاعتنا
عشان يحسب الموديل تاني، وابدا ان انا ايه اظبط الحته دي شويه. جينا من الفيو ده اللي هي بالشكل ده كده، بص على الجمجمه من كذا اتجاه، بص عليها من فوق تمام. لو جينا من الجنب وبدانا ان انا اعمل الجزء ده، محتاج انه يبقى فلات شويه، مش قوي ولكن يعني الشكل ده كده سموث. بعدين هنيجي على الحته دي تبقى كده بلين، ده في بلين هنا وهنا في بلين، البلين ده رايح مع الحته دي كده بالشكل ده. بعدين في بلين جاي هنا كده، وممكن برضو نيجي من الجنب ده وابدا ان انا ايه نعمل هنا كده حاجه قويه شويه بالشكل ده كده وناكل من جوه. بعد ما اعمل دي باجي بالالت واعمل كده بحيث ان هو ايه ينعم الحته دي شويه. طبعا كل ما هتقعد كل ما هتبقى احسن، كل ما تبقى شكلها جميل، كل ما تطلع بشكل سكال واقعي اكتر. لكن يعني عشان بس الغرض بتاع الفيديو ان احنا بنحاول ان احنا نتعلم ازاي نعمل سكال، فمش هنصرف فيها قوي يعني. اخيرا ممكن بس نعمل الحته دي كده بالشكل ده خلاص. ممكن اجي بالستاندرد براش واعمل بالالت كده حاجه يعني بسيطه بالشكل ده كده، ونيجي بالكلي تاني وهبدا ان انا ابني الحته بتاعه الدقن دي بالشكل ده، لا اكثر ولا اقل. وهنوقف لحد كده، مش هنضيع فيه وقت قوي يعني، لسه في فيديوهات تانية جايه، فهنقف لحد كده في الفيديو ده. ممكن بس نظبط نطفي الاكيو كيرف ونظبط الحته دي، نزق الاجزاء ديت كده بالشكل ده. زي ما قلنا كل ما هتقعد فيها اكتر كل ما تبقى باينه احسن بكتير. ولكن هنوقف لحد كده في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. لو انتوا وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو فاكيد محتوى عجبكم، فما تنسوش اللايك والشير. لو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.